السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أعزائي المتابعين. اليوم سنتحدث عن فضيحة وجريمة كبرى تحدث في نهب ثروات حضرموت جهارا نهارا، والتي تعيش حضرموت التي يعني تنهب من 50 عام باسم الدولة. اليوم لا زالت تلك الدولة المزعومة ورجالات الدولة المزعومين يتحدثون عنها لنهب حضرموت ثروات حضرموت. اليوم حضرموت التي يعيش أهلها بدون كهرباء من يعني عشرات السنين، بدون مرافق صحية، بدون رواتب، في فقر مدقع. اليوم سنكشف جريمة بالأدلة والوثائق، بالأدلة بالصوت والصورة، بحماية من يدعون أنهم رجال دولة. بعد أن أغلق حلف قبائل حضرموت في 31 يوليو خروج النفط الخام من بترو مسيلة إلى باقي المحافظات وبالذات إلى مأرب والوادي حضرموت، أيضا حلف قبائل حضرموت بداية أكتوبر أغلق ذهاب النفط الخام إلى عدن. السؤال الآن اللي بطرحه الأخ المحافظ بشكل مباشر وسريع: هل محطة كهرباء الريان تعمل بالنفط الخام؟ لماذا تم إخراج كميات من نفط خام حضرموت من ميناء الضبة إلى محطة الريان وتخزينها في خزانات محطة الريان؟ اسماء القواطر التي خرجت باسم محطة الريان، رقم السيارة، تاريخها، خرجت باسم محطة الريان. أيضا نسأل بترو مسيلة: لماذا تم صرف نفط خام لمحطة الريان وهي لا تعمل بالنفط الخام؟ الأخ مدير الكهرباء أيضا: لماذا تستقبل نفط خام في خزانات محطة الريان الكهربائية وهي لا تعمل؟ السؤال هذا نريد إجابة واضحة من السلطة المحلية. هل محطة الريان تشتغل بالنفط الخام؟ حلف قبائل حضرموت منع النفط الخام الخروج من ساحل حضرموت أو من ميناء الضبة إلى عدن. الحلف لما مسك الخمس قواطر في نهاية أكتوبر، هذه الخمس القواطر كشفت بأنه كل قاطرة لها تصريح وتاريخ. هو تخرج 5 قواطر، مفروض أنه في كشف 5 قواطر أرقامها، يومها، تاريخها. لا، جابوا مسكوا قاطرة تاريخ 1 أكتوبر و2 أكتوبر، واحدة قاطرة 4 أكتوبر، واحدة قاطرة 7 أكتوبر، واحدة قاطرة 12 أكتوبر. هي بتواريخ متعددة وليست نفس اليوم. ليش؟ لأنهم يريدوا أن يخفوا معالم اختفاء مجموعة من القواطر من النفط الخام. لذلك ضخوا أموال كبيرة، وسائل الإعلام ورؤساء تحرير صحف، من أجل هذه السماسرة، سماسرة النفط أو سماسرة نهب النفط، ضخت الأموال من أجل تشويه الحلف وتشويه قياداته ومحاولة النيل واستغلال حاجة الناس بأنهم محتاجين للكهرباء. هذه حوالي تقريبا 70 قاطرة تم إخراجها بحوزة أشخاص وليست بحوزة الدولة. من هم الأشخاص هذه؟ يدعون أنهم مقاولين. من هم المقاولين هذا؟ على الجهات الرسمية البحث. هناك أكثر من 70 قاطرة، طبعا عدد كبير منها اختفى. طبعا بعد أن أغلق الحلف اكتشفت أن هناك مصافي خارج حضرموت وفي وادي حضرموت وفي مأرب تقليدية لعصابات وسماسر النفط تنهب نفط حضرموت الخام وتعمل المصافي. هذه المصافي انتقلت الآن بعد شهر أكتوبر، انتقلت إلى ساحل حضرموت. هناك في حضرموت 3 مصافي لعصابات وسماسرة النفط موجودة في حضرموت. واحدة من المصافي موجودة في الريان، واحدة من المصافي موجودة في الصلب، منطقة الصلب، واحدة من المصافي موجودة في الشعر. هذه 3 مصافي التي توصلنا إليها، نحن تمكنا من تصويرها. يعني بما معنى أن النفط الخام الذي يدعوا أنه يذهب إلى عدن جزء منه لا يذهب لكهرباء عدن، يذهب لهذه المصافي الغير شرعية والخطيرة التي يعني تنشأ للعصابات. هذه المصافي تنشأ عصابات في سوريا،
في ليبيا. أيضا هذه المصافي طبعا بعض القوات العسكرية دخلت هذه المصافي، إلا أنها فوجئت بأن هناك تعليمات أتتها من عمليات المحافظ تخبرهم عدم التدخل في عمليات المحافظ العمليات المباشرة. أيضا الجريمة الثالثة والرابعة بدأوا من قبل شهر أيضا بمد أنبوب من الضبة، يريدوا أن يجيبوا إلى الساحل وأيضا يجيبوه إلى هذه المصافي الغير شرعية. من أجل إيش؟ من أجل نهب نفط خام حضرموت. هذه العصابة التي تنهب نفط حضرموت والتي يتصدى لها حلف قبائل حضرموت والذين يدعون بأنهم رجال دولة وأن حماة دولة، اليوم وبهذه الوثائق وبهذه الفيديوهات وبهذه الصور تنكشف الحقيقة بشكل واضح من هم وهل هم دولة أم عصابات ونهب ثروات حضرموت. نحن نضع على الأخ الرئيس الدكتور رشاد عليمي وعلى الأخ رئيس الوزراء الدكتور بن مبارك: هل أنتم شركاء في نهب ثروات حضرموت؟ هل أنتم شركاء؟ هل هؤلاء سماسرة تابعين لكم لنهب ثروات حضرموت؟ الأخ النائب العام، هذا بلاغ على طاولتك. الأخوة في التحالف، الأخوة في المجتمع الدولي، الأخوة الأمم المتحدة، هذه عملية نهب منظمة وملف متكامل نضعه عليكم ونضعه أيضا على الرأي العام الداخلي في حضرموت وفي اليمن عموما، وأيضا ليروا حجم الجريمة. هناك شركاء معهم من مختلف الجهات. هذه المصافي هي تتبع ناس تجار أو من عمران ومن مأرب ومن شبوة ومن حضرموت، شركاء معهم من حضرموت، وأيضا معهم شركاء من عدن، وأيضا شركاء من صنعاء. هناك جهات كثيرة تجمعها، وأيضا شركاء من تعز، هؤلاء تجمعهم هذا نهب نفط حضرموت. هذا بلاغ للنائب العام، بلاغ للرأي العام. اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد.